جلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد استعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت لجلالته التحية الرسمية. يتقدم للسلام على العاهل الكريم رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، والوزير المنتدب في الداخلية. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك عدد من كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والقائم بأعمال السفارة التونسية بالرباط، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير، ورئيس المجلس الجهوي، وعامل عملة سلا، والمنتخبون وممثل السلطات المدنية والعسكرية بالولاية. يرافق جلالة الملك في هذه الزيارة لهذا البلد المغاربي العربي الإسلامي الإفريقي الشقيق وفد رسمي تعكس تشكيلته حجم وطبيعة المواضيع والقضايا التي سيتم بحثها خلال الزيارة الملكية للجمهورية التونسية. تندرج هذه الزيارة في سياق الدينامية الفعالة للدبلوماسية المغربية التي يعطيها العاهل الكريم بعدا شموليا يراعي القضايا الملحة التي تتعدى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة إلى تعزيز الاندماج الإقليمي وتشجيع مسلسل التبادل والتكامل الاقتصادي في ظل ظرفية دولية تحتم تشكيل تجمعات إقليمية قوية كفيلة برفع التحديات المطروحة. خلال الزيارة الملكية للجمهورية التونسية يجري جلالة الملك مباحثات رسمية مع الرئيس التونسي، ويترأس مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية تهم القطاعين العمومي والخاص من شأنها تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم الروابط القائمة بين البلدين. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.